خميس، حضور جماهيري كيف هي العاده، ما كنظنش انا كاين شي حاجه جديده هنا. الوداد كانوا كيتسناوه، وكيف هضرنا في اخر مناسبه، الجمهور ديالو كيتسنى، بغى يشوف هذاك الوداد اللي دوز ميركاتو زوين فيه اسماء وانتدابات وازنه، بغى يشوف ارضيه الملعب مع واحد الخصم اللي سميتو مانيما الكونغولي. انت كيف شفتي الماتش البارح اللي فاز فيه الوداد بواحد انا لا اظن بانه الناس اللي بقات كتفرج في الشاشه ولا الناس اللي حضرت في الملعب نفس الراي اللي تكلمتي عليه منير، ونفس المداخله ديالي انا قبل ما نخرج معك من الراديو، لانه من بعد واحد المجموعه من اللاعبين ومن ضمنهم زياش اللي الناس كتستناه دابا هذه من قبل من لاكوب دافريك، قبل من لاكوب دافريك. هو دابا زياش عنده دابا 3 شهور 4 شهور واقيلا مع 3 شهور مع فريق الوداد. ما غاديش نتكلم على امرابط لانه كان حاضر، الذهاب ديال لورش اللي دابا كاين ما كاينش، الواسطي اللي ما كانش كيلعب لانه كان مصاب. جمهور الوداد كيتسنى واحد التشكيله، وكنقولها دائما كيشوف العرض داخل الملعب. ولكن البارح ملي كتفرج منير تيبان لك بانه الفريق هو الاسماء هي حاضره، ولكن على المستوى الجماعي اللعب الجماعي ما كونيكسيون باقي ما كتدورش. قلنا احنا واش غادي نقدروا مازال نتسناو، لان الفريق الخصم ما بين راجع للوراء وما بين كيدير لي كونتر وكيمشي وكيكشد الكره حتى هو. كان مقلق هذاك الفريق، لا وكيدير مزعج وكيدير الوان كيبغي يخرج الكره. انا فاجئوني والله الا فاجئوني. يمكن كيفاش كيتحلوا هاد الماتشات هما كيتحلوا بالاهداف، والهدف هو اللي ضيع ابو الفتح. لان هذيك الدقيقه اللي كان غيتسجل فيها هذاك الماتش، هذاك البيت كنا غنقولوا نفس الهضره اللي قلنا على اسفي قبل قليل. هو الماتش هذاك هو البيت اللي كان غادي يعطي الوداد نفس اخر ويخلي هذاك الفريق ما يبقاش متكتل لينا تما، يبغي يخرج يبحث وغادي يوقع ارتباك وغادي تقدر تزيد الثاني والثالث. ولكن انت منين ضيعتي وضيع الواسطي لما راهو الحارس وضيع اللاعب الاخر اللي تا هو فاس وكيبغي يدير كيبغي بلاصه ما كتبلاصاش ليه. هادو تقريبا هما 3 الاهداف اللي كنظن ان كانوا تقريبا محققين وضيعتيهم. ولكن على الشكل اللعب كان شويه مزياش اليكار، امرابط اللي كنتي كتشوفوا دائما حاضر اليكار. يعني اللاعبين بحال كتقول كل واحد ان تكنيسيان كيدير داك الشيء اللي ملي كتجي الكره. ولكن على الصعيد اللعب الجماعي ما تخرج من الديبونس بين التيران ودير هنا اشياء اللي هي خرجتي 0-0 في لابريمير ميطون، عقدت لك شويه وكتخلي تدخلك الشك. حتى اللاعبين تيولي عندهم ذاك الضغط، والشك في خردينهم اللي كتكون غادي 60 70 وغادي طالع وباقي ما بغاتش. دخلتي في دوزيام ميطون ميم سيناريو، راه هو كان اقل حده طريقه باش مشيتي في لابريمير ميطون، ما بقاتش عندك في دوزيام ميطون لان بديتي كتفتقد داك الانرجي ديالك نتايا. يمكن زياش 2 بال من بعد الغياب ديالو في لابريمير ميطون اللي ما كانش عنده شي امباكت في سميتو. في دوزيام ميطون كان عنده داك ولكن كيبقى دائما الطريقه ديال اللاعب. شوف راه معروف الطريقه ديال ما تطلبش شي حاجه. اولا غياب ديال سميتو الممارسه التنافسيه، راه التنافسيه عرفتي متى هو واقف. راه لي ماتش اميكو راه كنقول لكم دائما ما كتعطيكش الريتم. راه اللي ما لعبش الكره وما دخلش في الكره ما كيعرفش بان كيسحبوا الوديات، كيعتبر اننا مباريات اللي راه ما كتعاون بوالو، كتاخذ بها ولكن ما كتكونش بحال المباريات اللي هي رسميه كيف كنقولوا حنا. قدرتي تسجل حتى الدقيقه 80 وبفضل من واحد اللاعب اللي غادي يخرج غيمشي لورش. انا ذاك الوليد ما عرفت كيفاش وداير هو اللي باش بديتي انت في لا سيزون هو اللي كان عنده لو ميور اللي كاين في الوداد. انت دابا غتفرط فيه. انا كنظن بانه حتى الهدف اللي سجلنا راه يحسب المفيد على انه ستانتاكل خشى رجليه راه ضحى. ودابا حتى هذاك البيت كيفاش تسجل بحال كتاخذو كايماج كدير به الماتش ديال 90 دقيقه ديال راه خديت الرباح بشي طريقه باش ماركيتي. الوغ كنا نقدروا ماركيو باسهل بكثير. لي زوكازيون اللي جاوك حتى في دوزيام ميطون كنتي تقدر تسجل وحده ديال المرابط كان خصو هو يدير لا ديسيزيون عطا باس. على اي انا بالنسبه لي الناس اللي حضرت البارح في مركب محمد الخامس خصوصا الجمهور اللي جاي يشوف زياش، كاين واحد العدد كبير جاي يشوف لو روندمون ديال زياش داخل فريق الوداد. انا كنظن بانه البارح اللي كيتفرج غادي يشوف بان فريق الوداد تعذب. انا حاجه وحده اللي غادي نقول، واش فريق الوداد منير مستقبلا واش يقدر يقلب على ديك اللعب شويه يكون نقول انا جماعي، حيت عندك بزاف ديال اللاعبين كل واحد عنده خاصيات ديالو. انا بغيت نعطي واحد الملاحظه كمتتبع. مرحبا راه كاع الناس اللي كيتفرجوا كل واحد عنده الملاحظه ديالو. انا الوداد قلتها من ديبيوت سيزون وغنزيد عاوتاني غنأكد واحد القضيه رغم هذا الميركاتو. الوداد حاليا كتفتقد واحد العينه ديال اللعابه ما كايناش. واحد العينه ما شفتهاش بحالاش كنوصلها لك حيت خفنا نجبد شي سميه وبدا يقول لك لا واحد العينه كانت في الوداد في التواخر اللي كانت معاه في كوب دافريك العربيه كتشتف على لي زادفيرسير ديالو واحد
دابا سيرتو في ميليو تيران، في الميليو تيران وكاين اسماء بلا من الناس عارفينهم واحد النوعيه اللي كتعطيك الثقل، كتضغط ما كتخليكش. وحنا بغيتي دابا عطيتك انا واحد ليكزامبل، بيراميدز دابا جبت لك الكرتي، هو وشي وحدين كانوا في ميليو تيران ما مخلينش بركان يخرجوا، ولكن ملي كتحسب سنوات اللعب والتجربه ديال هادو راه كتلقى تبارك الله. دابا حنا بحال دابا الوداد راه بامكانه بحال دابا البارح بامكانك تفرض واحد سميتو وتقدر دير لا ديفيرونس، ولكن بشرط دابا اللي خصك تقلب عليه مستقبلا هو نفرض لعب جماعي، تخرج من عند منير دوز عند هذا، فهمتي اش بنقول لك؟ خصك الخياطه فوالا، وتعرف بان انت شنو الرول ديالك، كل واحد يعرف الرول ديالو، فين انت لاعب فين انا لاعب، انا خصني ندير انا بورتوردو، انا سوي ان كاستور، خصني نخدم الواحد اللي فوالا، ونخدم هذاك الدري لو تكنيسيان اللي كيوصلها تا هو بان سول باس لاتاكون، راه هادشي اللي خصو يكون. وعندي واحد الحاجه حتى هي غادي نقول لك، ولكن ناخذها واحد الفاصل قصير وغنرجعوا. ملاحظه، عندنا الجمهور تاع اللاعب زياش قال لك ما غيدير والو، ما غاديش يعقلوا عليه. لا ما فهمنيش، ما فهمتيش ما فهمتش شنو هو، ما فهمش الجمهور ديال زياش، هو ما فهمنيش. الصديق ديالنا انا كنت كنقول لك على انه عدد كبير من الجماهير ديال الوداد ما كنقولش ليه بالعكس، جايه بغات تشوف زياش او الحضور ديالو الاولاني. راه ريال مدريد فاش جا مبابي جا جمهور باش يستقبل مبابي، جات تبقى لي شي 40,000، هذا غير تقديم فاش هز القميص، شي حاجه اللي هي عاديه. ما يفهمنيش. هما الوداد الجمهور الحمد لله كاين، ماشي اليوم ولا البارح ولا كاين من ايامات استقلال ولا قبل من الاستقلال، ملي كانت الوداد كتلعب في تيران فيليب وهذا راه عندها جمهور ديالها الحمد لله. هذه ما كاين. المهم الجمهور لا تناقش كاين، ولكن عندهم الانتظار ديال بغاو يشوفوا زياش. فوالا خصو يفهمنا اش بغيت سميتو. الحاجه اللي عندي على الوداد فخر الدين عاوتاني، واسمح لي كنقجر عليك، مرحبا، نطرح لك سؤال العربيه ولا ولا بالدارجه. حسب معايا من العام اللي فات من مكونه بدات واحد الفرقه، صبرات الفرقه على مكونه وصبرات على واحد النوعيه ديال اللعاب، سالت لا سيزون، جاب هاشم، مشيتي للمونديال، درتي شي ترقيعات اللي ساهمت ان الوداد ما بريباراش المونديال ديالو بداك نهائيا بداك الشكل اللي قلنا خديتي الوقت ديالك سال المونديال، قلتي غدير ميركاتو غادي تعاود تبريباري، جيتي بغيتي تبني، بديتي بواحد المجموعه، واش ما بانش ليك ان هاد المجموعه غادي بغات تخويها ثاني؟ واش كتبقى تعاود غتصعب على المدرب، لان شاك فوا ملي كي قلتي انت نبغي نبني ونبغي ندير واحد الفريق اللي هو هذاك الوقت اصلا اللي هو سودي، وغادي ندير خصني شاك فوا ندير تغييرات وفي الاماكن وفي هذا. الله يحسن العوان، انا قلت لك انا ذاك النهار اتونسيون، صعيب الحال منير، صعيب الحال كل مره كتقلب على واحد التوليفه، وصعيب الحال على محمد امين بن هاشم اللي نتمنى ليه التوفيق، لان علاش انت في مواجهه واحد شيء ام ابينا، واحد الموجه دابا كاين لعابه كاين سميات، المتلقي ما غاديش يقول لك لا راه زياش مازال ما جابش الفورما، لا راه لا، بالنسبه للمتلقي عنده زياش هو داك زياش وبني الدر هو بني الدار والبونتوش عامر وعندك 11 وما عرف شكون اللي مريح، كيف ما بغات يكون الروندمون وكون غادخل الجلالي وحيد عبد القادر، اش باقي هذا كيدير، علاش ما لعبش هذا؟ وملي غتزيد لا قدر الله الامور بحال هكا، كاين هذيك الجمله الشهيره اللي كتقال عنده اللعابه وما عرفش ما يدير بها. هنا فين كاينه الصعوبه ديال ملي كيكون عندك ان بونتوش ولا ان جروب اللي شويه كبير.